الشغلانه اللي لو ما كنتش فيها صبي مش هتبقى معلم، وده ما كانش اي صبي، ودلوقتي بقى اشطر المعلمين كمان. ازيكم يا جماعه، انا بيير والنهارده هنتكلم عن فيلم الفيلم بطولة راين جوزلينج وإيميلي بلانت وإخراج ديفيد ليتش. قصة الفيلم بتاعنا عن كولت سيفرس اللي هو ستانت مان أو مؤدي لمشاهد خطر. بعد ما بتحصل له حادثة كانت ممكن تؤدي لموته بيرجع تاني لمجال الستانت، وبيطلب منه يدور على توم رايدر اللي اختفى ومحدش عارف هو فين، اللي هو برضه بطل الفيلم اللي بتخرجه حبيبته جودي. قصة الفيلم دي بسيطة، وهي بسيطة جدا بصراحة. الفيلم يعتبر تقدير للأبطال الحقيقيين اللي مش بيبانوا، اللي هم الدوبليرات أو الستانت مان، ومفيش أحسن من ديفيد ليتش إن هو يتكلم عن العالم ده اللي هو بدايته أصلا كان ستانت مان لبراد بيت فيلم فايت كلوب. القصة بطولة ستانت مان بيتحط في عالم أكبر منه، وبيضطر إن هو ينفذ كل اللي يتقال له عليه عشان خاطر حبيبته اللي بتقوم بدورها إيميلي بلانت. وفي دي أنا عذره بصراحة، أنا لو مكانه برضه هتشقلب في الهوا 8 مرات ونص عشان إيميلي بلانت بصراحة. الفيلم ده الناس ممكن تقول عليه ان هو خليط كده من افلام اتضربت في خلاط وطلع لنا الفيلم ده. الافلام دي مثلا زي اتوميك بلوند او ذا نايس جايز او ديدبول، بس هل اللي طلع كان على نفس مستواهم ولا لا؟ الحقيقه ان الفيلم اللي طلع كان ممتع ومسلي، لكن مش على نفس مستواهم خالص. يعني مثلا ما هوش فيه نفس جوده الاكشن بتاعه اتوميك بلوند، ما فيهوش نفس الكوميديا اللي كانت موجوده في ذا نايس جايز، وما فيهوش برضه نفس العبثيه اللي كانت مع الراوي مثلا بتاعنا في فيلم ديدبول. بس احنا كده هنبقى بنظلمه لو قارناه بالافلام دي، لان الافلام دي اصلا كانت قصدها انها تتميز في الحاجات دي، لكن ده ما كانش هدفه الاول. طب ايه هو هدفه الاول؟ ان هو يكون ممتع ومسلي، وان يخلي الناس تقدر اكتر دور الستانت مان بدل ما الجوائز والتقدير كله بيروح للممثلين. لدرجه ان كان في سؤال جوه الفيلم هل في اوسكار للستانت مان، وما استبعدش ان هم يعملوا جايزه للموضوع ده بسبب الفيلم. كان في بقى هزار وشويه عبثيه في الفيلم كده كانوا لذيذ جدا، لدرجه ان هي حتى كانت بتاخد رايه في تقنيه معينه عايزه تطبقها على الفيلم، اول ما بيوافق التقنيه دي بتطبق في الفيلم بتاعنا احنا اللي بنتفرج عليه. ليفل العبثيه بصراحه كان لذيذ جدا. فكره اصلا كمان ان في راوي للفيلم بتاعنا انا عمرها ما فشلت معايا، انا بحب الفكره بتاعت الراوي، خصوصا كمان لو الراوي ده كان راين جوزلينج. حاجه كده اتعملت قبل كده برضه ذا بيج شورت وكانت دمها خفيف جدا. Why me? You're a stuntman. Nobody's gonna notice you. That's your job. No offense. I mean, some taken. مخرج الفيلم بتاعنا ديفيد ليتش كان بدأ بأفلام قوية زي جون ويك وأتوميك بلوند اللي غيروا الأكشن في هوليوود، وبعدها وصل للبيك بتاعه مع ديدبول إن هو يضيف الأكشن للكوميدي، وكررها مع ليفل أقل شوية في ذا بوليت ترين. المرة دي في الفيلم بتاعنا هو ضاف على الأكشن والكوميديا قصة حب مسلية بوجود راين جوزلينج وإيميلي بلوند، اللي كل مشاهدهم ما كانش يتشبع منها، والكيمستري اللي ما بينهم ظاهرة جدا. وكمان هبقى حابب إن أنا أشوفهم في أفلام تانية قدام. في مشاهد كوميديا حركيه ما ينفعش حد يعملها غير راين جوزلينج، ولو شفت الفيلم وعجبك اداؤه فيه يبقى لازم تتفرج على ذا نايس جايز، ولو ما شفتش الفيلم لازم تتفرج على ذا نايس جايز. ايا كان انت بتعمل ايه اتفرج على ذا نايس جايز، الفيلم ده كل ما تجيلي فرصه هتكلم عليه، بس مش دلوقتي، خلينا في الفيلم بتاعه. Right, look, when you're talking to your doctor, just tell him you have a spiral fracture of the left radius. No! No! Deep breath. يمكن بس عيب الفيلم بالنسبه لي ان مشاهد الاكشن اللي فيه ما كانتش بنفس القوه اللي انا منتظرها من واحد زي ديفيد ليتش. احنا قلنا واحد عمل اتوميك بلوند وجون ويك، فليفل الاكشن اللي انا مستنيه فوق جدا، لكن بصراحه هو ما قدمش الكلام ده. هو كان مهتم اكتر بالكوميديا وقصه الحب. وبرده من عيوب الفيلم ان فكره ان النهايه نفسها اصلا كانت متوقعه ومطينا فيها كتير قوي، ما كانتش لازم ان هي تاخد كل الوقت ده. في الاخر بقى هنقول عليه ان هو فيلم بسيط خفيف، ادانا شويه اكشن حلوين، ادانا كوميديا لطيفه وشويه اغاني حلوه، ولو هديله تقييم هيبقى 7.5 من 10. لو لسه ما شفتش الفيلم يبقى لازم تشوفه وتقولي رايك، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان لسه هنتكلم في افلام تاني، ونتقابل بعدين. سلام.